السلام عليكم. أيها الأحبة، في شهر رمضان المبارك وحتى في غيره في كثير من الناس يحرصون على قراءة القرآن الكريم. هناك طريقة ذكية جدا ويتضاعف فيها الأجر لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم أو يختمه، وهي أنت قاعد وتقرأ. طيب ليش ما تأخذ أجر أكثر؟ شلون؟ أنك تقرأ القرآن الكريم وأنت تصلي، يعني تتوضأ وتصلي. يقول لك واحد والله صح بس أنا أتعب من القيام. مو مشكلة، لا تصلي وأنت قائم، صل وأنت قاعد. أنت أصلا اللي بيقرأ يا جماعة يجلس طبيعة الحال قاعد وبيقرأ جزئين حسب ما يسر الله تعالى له. أنت قاعد يا أخي، توضأ وصل وأنت قاعد. وأنت قاعد نعم لك أجر بس نصف أجر القائم، مو مشكلة. على الأقل أنت بهالطريقة ماخذ أجرين، أجر تلاوة القرآن الكريم وأجر الصلاة. والصلاة كم فيها من قراءة فاتحة، وكم فيها من تكبير وتسبيح وتهليل، كم فيها من سجدة الواحدة تحط الخطايا حطا. تخيلوا أيها الأحبة، وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا وقت ما تقرأ هي استراحة، بعد ما قرأت نص جزء ركعت سجدت، اعتبرك أنها استراحة. فأنت لما تحرص على الصلاة، أولا أنت قرأت القرآن الكريم، ثانيا أنت صليت، كم في أيضا من أجر وتسبيح وتهليل والأمور، وأيضا في عبارة راحة لك بين تلاوة، وأيضا تلزم نفسك في هالحالة أنك تكون متوضئ. وشيء آخر، ما حد يقاطعك في هالوقت وأنت تقرأ وتصلي، أهل بيتك عارفين أنك قاعد تصلي، ما حد يقاطعك. أنت أيضا تستمر في التلاوة إلى أن تختم وردك. فهذه يا أحبة والله من أفضل الوسائل، أنا جربتها. كنت بقرأ سورة البقرة أيام، فكنت لما أجلس أقرأ لحالي ساعات يجيني شخص شاغل اتصال انشغل، فبدل ما أقرأها أنا في ساعة تأخذ مني ساعتين سورة البقرة مع الانشغالات. لكن لما بدأت أقرأ سورة البقرة في الصلاة تأخذ مني فقط 45 دقيقة في ركعتين، ولا وأنت مرتاح وأنت جالس. من كم يجيك الشيطان يقول لك لا، وليش أنت مستطيع وقادر، ليش قاعد وكذا. إذا جاك الشيطان بهالطريقة قل له اقلب وجهك. نعم، وانت ما في شيء، ما في أبدا بأس. النوافل يصح لك أن تصلي قائم أو قاعد، ما في مشكلة. بالعكس أنت ماخذ أجر، مو مشكلة، نصف أجر القائم مو مشكلة، بس أنت مرتاح بهالطريقة يا أخي، والله حسنات تروح عليك. ثم توضأ، بعض من الطريقة شلون توضأ وكبر، انزين، وقرأ الفاتحة وخذ المصحف وابدأ، انزين. ولما تقرأ من المصحف لابد تحرك شفتينك. بعض الناس صامت، هذا مو تلاوة، هذا تأمل. لابد في تحرك شفتينك، ما نبغى تأملات، لا بقي تلاوات. انزين، تحرك شفتينك وتسمع حتى لو صوت بسيط، تسمع نفسك بتشوف. سبحان الله يا جماعة، والله تلاوة القرآن في الصلاة فيها بركة، وبتخلص ومنسجم مع الله عز وجل وما حد يقاطعك. خلصت طيب مثلا والآخر، بتشوف الموضوع ترى سهل جدا. ترى اللي عطلك هو الإبليس والشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. فأنت اصرفهم، قل لهم قلبوا وجوهكم، خلوني مع ربي ومع كلام ربي. إذا خلصت نص جزء والله بكل سهولة، لأنه ما في، أنت بصلاة وبتحس بلذة. خلصت زين، يجي وقت الركوع، حطيت وركعت إيماء، زين، هذا الركوع، بعدين سمع الله لمن حمده وتسوي سجود طبيعي وكذا. هذه أبسط شيء. تعبت من كذي جلسة، تعبت بعد أعطيك أعطيك خصم، ممكن تجلس بهالطريقة وأنت متربع منبسط مستانس. وأنت أصلا تقرأ قرآن في رمضان، الناس كلها تقرأ. يا أخي اقرأ وأنت صل. يا جماعة لابد تعرفون شلون تكونون أذكياء، تأخذون أجور وأنت جالس مرتاح. لك الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، فاتحة، فتحت المصحف، بدأت تقرأ وأنت مرتاح قاعد. يعني تخيلون ساعة قد تشوفون شخصين، هاي قاعد وهاي قاعد، هاي قاعد بس يقرأ والثاني قاعد يصلي، ياخذ أجور وأنت قاعد بس ولا تدري بالدنيا. إنزين، خلص بهالطريقة. تبي تركع أيضا ممكن تخلي تركع كذي، ما في مش أبدا، اركع كذي، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تسجد وتكمل صلاتك. تعبت، ما أعطيك أوفر ثاني، عندك الكرسي موجود، أنت على الكرسي قاعد،
قاعد عندك المصحف تقرأ، زين خلصت حط هذه وصل. في طريقة انك انت لما تخلص هذه ممكن توقف بعد، لان اسهل لك الكرسي اي آية الأخيرة وتركع ركوع عادي وتسوي بقية أركان وأنت قائم. ممكن إيمان وبعدين الركوع السجود بالطريقة العادية. يعني فإذا أنت قاعد على الكرسي، أنا أشوف إذا لما أصلي على الكرسي أريح لي إني أوقف، زين، وبعدين أركع قيام الركوع وأكمل. وممكن وأنت قاعد ما تمتع بروحك، توفر الطاقة، الله أكبر إيمان ذي وتخلص. شوف الكرسي، جيب أريح كرسي في البيت، سوفة مال الملوك هذه. لو ما عندك اشتري لك أريح كرسي، يقول حق الأهل ترى هذه كرسي الصلاة، لا أحد يجرب، مرتاح أنت والمصحف في يدك وراح روح في تلاوات وفي مناجاة وفي، والله يا جماعة أنتوا قاعد تضيعون أجور عظيمة. ترى تقول لي يا جماعة أول مرة أسمع بالحل، هذا الحل موجود بس أنت غافل. ولذلك الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أذكياء، ترى العلماء يعرفون كيف يكثرون حسناتهم، يشاركون في النية. يعني يسوي عمل واحد وينوي فيه عدة النوايا، فيحصل بالعمل الواحد عدة أجور. فأنت الآن أعطيتك حل بهالطريقة بتشوف أنت هم تقرأ قرآن وهم تصلي وهم في سورة الفاتحة، هم في تكبير وتسبيح وتهليل والتحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أجور عظيمة. بهالطريقة بتشجع على أشياء كثيرة. قيام الليل ما يكسر طويل، قد تصلي ساعة ساعتين. وبعدين هذا حل أيضا أيام المتبقية من رمضان، يا أخي افتح المصحف بهالطريقة في صلاة واحدة بإمكانك تختم القرآن. خلونا نجرب يا جماعة، خلونا نجرب نختم القرآن في 3 ليالي. خلونا نجرب بهالطريقة. لا في 3 ليالي وفي الصلاة، قد مرة جربتوها في فترة قصيرة في الصلاة ولحالك؟ لا، أغلبنا إذا يختم مع الإمام لحاله مستحيل. الآن أعطيناك عروض مجانية، جرب بهالطريقة. عندك ما تبقى من رمضان كل يوم 10 أجزاء، افتح المصحف بهالطريقة، خلال ساعة بتخلص 3 أجزاء بكل سهولة. رايح خلصت، انزين يوم الثاني كمل، يوم الثالث كمل، وانت في الصلاة تختم القرآن الكريم كاملا بكل سهولة وانت قاعد مرتاح مكيف، ولا أحلى من كده. طيب يا جماعة جربوها وخلونا نسوي تحدي، واللي مستعد يدخل التحدي يكتب في التعليقات أنا مستعد ويحط الإشارة. بإذن الله نقدر. وخلها عادة عندك حتى فما بعد رمضان أنك تصلي وتقرأ القرآن في الصلاة وتطيل الصلاة وتطيل القراءة. صلت قائم جيد، لكن تريد التلاوة زيادة تطيل القيام، صل وانت قاعد وانت تاخذ أجر القراءة وأجر الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.